حد شايف ربنا مش سامعني، لانه اصلا في طفولته ما كانش مسموع، ما كانش متشاف، ما كانش حد حاسس بيه. طفل تاني بيسأل ربنا لما كبر بيسأل ربنا وشاعر بالظلم، لانه لما كان صغير كان شاعر بالظلم، حاجته دايما متاخده. عشان كده صورة الله الاولى عند الطفل بتيجي من صورة الأبوة والأمومة اللي هو شافها في بداية حياته، في نشأته الأولى. عشان كده دي وصية يا جماعة لو سمحتم، يعني أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم، طبطبوا على العيال، حبوهم، عشان لو سلمتوا ده صح هو بيستلم منك في ده، يعني في تصرفاتك دي بيستلم منك صورة ربنا. تخيل الطفل الصغير لسه ما يعرفش دراسات عن ربنا، ولسه ما قراش كتاب مقدس، ما يعرفش اللاهوت والناسوت، لكن يعرف ان في بابا يسوع وفي بابا في البيت، ومن بابا في البيت بياخد صورة بابا يسوع. بابا اللي في البيت بقى الراجل اللي بيدخل يزعق ويضرب ويشيلني يهبدني ويخبطني. في واحد زيه في السماء انا بخاف منه، يا ويل اللي يقع تحت ايده. بابا بيضرب بالخرطوم، مرعوب من بابا يسوع كمان. بابا نكد، بابا عراك، بابا زعيق، بابا مبوز، يبقى اكيد بابا يسوع كده، ما انا معرفش، انا هاخد الصورة من كده. او بابا جميل بيخش يبتسم ويطبطب ويشيلني ويحضني ويضحك في وش ماما ويعاكس اخويا الصغير ويزغزغ دوت ويضحك مع دوت، اكيد بابا يسوع حلو كده. في واحد حلو زي بابا ده بس في السماء احلى كمان من بابا. زي ما بقول لكم، بابا يلطش من غير سبب، يقوم من النوم يتعارك صوته عالي، بكرة أسوأ. بابا يسوع اللي في السماء هيكون أصعب. الصورة اللي ابني بياخدها عن ربنا هي الصورة اللي أنا بديها له، والصورة اللي أنا خدتها عن ربنا هي الصورة اللي أبويا وأمي عطوهاني.